السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة غيور على الوطن. في أحد الحكايات يقال أن التركيز والانتباه هم أساس أي عمل وأساس أي تفوق ونجاح من طبيعة الحال. لكن عندما يفكرون الأغبياء بأن يخبئوا أشياءهم أو معداتهم ليتحركوا في وقت المباراة، ونعرف أن المسافة بعيدة جدا، لكن 2:20 أقول لكم إذن هناك أشياء مخبأة في الرمال قد تخرج لقطع هذه المسافة والوصول إلى المكان المحدد في 2:15 أو 20 دقيقة. المهم هم يلعبون على سهونا أو حبنا للمنتخب الوطني من أجل مبتغاهم الفاشل. من طبيعة الحال الآن فين فرشناهم، واش غتخرجوا دوك المعدات تردوها ولا غتخلوها تما وتخلوا حتى هادوك بالجوع تما تيموتوا؟ المهم اختاروا. هي في كلتا الحالتين قد هي صعيبة، ولكن خصني تاخذ فيها قرار ديال عدم او انتم عارفين النتيجة. المهم في الاخر نحن يقظين كلنا، فالكل يعمل عمله او يعمل عمله بشكل المطلوب. لا نسهو، لأننا نحن نقوم بعملنا. الجيش تحياتي له يقوم بعمله، المنتخب أيضا يقوم بعمله، يعني كل واحد كيدير خدمته باش نسهاو. لا، لأن احنا المهم هو النتيجة وسمع النتيجة، فالإعادة تكون موجودة بعد أن يتم البث المباشر. فهنا أقول لكم اليقظة واجبة والحذر واجب دائما. الله، الوطن، الملك. أستودعكم وأستودع نفسي في أمان.